مستني ما يتسال. ده بص حضرتك جمهور الاهلي فوق. لا انا عايز اعرف اقوى من ايه يا استاذ ابراهيم؟ يعني ايه الفكره ان المنظر اللي انت شايفه قدامك ده شوف اقوى؟ اقوى في ايه؟ اولا انت اتعادلت في ملعبك 1-1، خسران. انت متعطل بدنيا زي ما الدكتور طه قال. الطبيعي والمنطقي ان الترجي اجهز، صح. الحاله البدنيه بتاعته احسن، اللياقه الذهنيه بتاعت لعيبته احسن، الحاله الديناميكيه حتى للعيبه اقدر. رجليهم في الملعب. استفادوا كمان ان هو حقق نتيجه باي منطق جيده بالنسبه له بره الارض. فانت رايح عندك لود كبير جدا، رايح تونس، الترجي في ملعبه. رايي ان فريق الاهلي دكه تقيله. بس هو ده ايوه هيدافع عن بس الصفقات انا بقى. بس برضو انا اشوف هيدافع عن الصفقات. لا لا إيه دي حقيقه كابتن دي عدلي، حقيقة. انا بتكلم برضو عشان يبقى في شيء من الانصاف، وهو مكتمل بيبقى افضل من كده أتقل طبعاً. بكثير. لان العناصر اللي خسرها عناصر مؤثره، وحتى لما لعب مساكني ما هوش قادر، واضح انه في الاداء مش قادر، وبعد كده غيره. فطبعا دي بتبين انه، لكن انا كفريق انا نازل من الاول بضغط على الترجي ده، ما اديتوش فرصه ينقل نقله صح، كل نقلاتهم غلط واحنا قاطعينها، ورايح على المهاجم واحد مدافع جاي من قدام انا قاطع. كنت فاكر السيناريو ده هيبقى معكوس، لان هم مش هيدونا فرصه بالفاولات الكتير لا والحاجات ده دي. النادي الاهلي ده النادي الاهلي عمل اسلوب الضغط البريسنج ده اللي عملوا اسلوب رائع، لانه في بعض الاوقات كان بيعملوا في الملعب كله من قدام على حتى المدافعين، خنق الفريق في ان هو يطلع نقلات سليمه. وفي بعض الاحيان كان بيعمل العمليه دي في نص الملعب، ما بيديش فرصه لمهاجم يستلم كل كره ويراحها واحد من قدامه. دي بفضل ايه؟ الضغط ده اصله لازم له تركيبه واستراتيجي عشان تتعمل صح. لازم ابقى مراقب صح